دلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في القمر ده؟ عملنا الطاجن كده باللحمة المفرومة تحفة جدا، معاه الشطة السبايسي الرهيبة بجد، وعملنا الدقة القمر دي بجد حاجة كده عظمة. يلا بينا بقى كده نشوف العظمه دي عملناها ازاي. بس اهم حاجه وقبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش ابدا من دعائكم ولايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وكومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو ويوصلك كل جديد باذن الله مننا. يلا بينا نشوف العظمه دي عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض كده طاجن المكرونه باللحمه المفرومه، هنعمله كده بطريقه حلوه جدا وبسيطه، بتمنى انها تعجبكم. بس اهم حاجه وقبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش بلايك وكومنت واشتراك علشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. يلا بينا بسرعه كده نشوف كده المكونات معانا هنا كده بصلايه انا مقطعاها كده تقطيع صغير عشوائي، ومعايا اللحمه نص كيلو من اللحمه المفرومه، ومعايا نص قرن فلفل حار كده، ومعايا فلفل رومي احمر واخضر مع بعض، ومعايا كام فص توم كده انا فرمته كده. وهنبدأ نعمل دلوقتي اللحمة المفرومة بتاعتنا. يلا بينا كده نروح على البان بتاعتنا. انا هنا كده معايا البان بتاعتي كده حاطه فيها معلقتين كده من الزيت، وهنزل عليهم بالبصل وقرن الفلفل، نص القرن الفلفل الحار، وهنبدأ نشوح فيهم كده على نار هادية خالص كده. عايزاها بس تدبل معانا البصلة بتاعتنا، عايزينها تدبل كده وتاخد كرملة كده حلوة، ونبدأ ان احنا نشتغل. هنفضل كده ندحرج كده في البصل بتاعنا كده في قلب الزيت بتاعنا او السمنه ايا كان اللي هتشتغلي بيه براحتك خالص. هنبدا ندحرجهم كده مع بعض ونرجع تاني مع بعض. اهم حاجه يا ريت ما تنسونيش بلايك وكومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. وهنا كده يا حبايبي هنبدا ننزل كده بفصين كده من الثوم، وهنبدا ننزل بالفلفل الالوان بتاعنا، وهندحرج كده كل الكلام ده كده مع بعض. هناخد احلى طعم لحمه للمفرومه بجد، حاجه كده تحفه جدا. هنفضل ندحرج فيهم كده لحد لما التوم بتاعنا نحس كده ان هو بدا يستوي كده معانا، وهنبدا ننزل باللحمه المفرومه بتاعتنا. طبعا حابه تعمليها بالصلصه اعمليها، بس اللي احنا بنشتريه من بره ما بيبقاش فيه صلصه خالص في اللحمه المفرومه. احنا هنعمل الصلصه لوحدها واللحمه المفرومه لوحدها، هنعمل كده حاجه عظمه. بتمنى انها تعجبكم باذن الله تعالى. اهم حاجه يا ريت ما تنسونيش بدعمكم ليا دايما، ولايك وكومنت كده ظريف عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله. وهنا كده يا حبايبي بعد ما خلاص كده التوم احمر معانا والبصله كده اتكرملت معانا كده بالخضار بتاعنا، هنبدا ننزل عليه كده باللحمه المفرومه. وطبعا هننزل التوابل بتاعتنا اللي هي عباره عن ملح، ونص معلقه صغيره من الثوم البودر، ونص معلقه صغيره من البصل البودر، ومعلقه ونص برده معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ورشه توابل لحمه. وهنقلب كل الكلام ده كده في بعضه. وبما ان انا بشتغل على نار هاديه خالص كده، فانا كده الحاجه بتطلع مظبوطه جدا معايا باذن الله تعالى. هنفضل نقلب كده، وهنسيب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه كده على النار لحد اما اللحمه بتاعتنا تبدا تدخل في السوا. وهنبدا نعمل معانا صلصه الطاجن بتاعنا القمر اللي هيبقى طعمه اطعم من بره بكتير. بس اهم حاجه ان احنا نمكس كده كل حاجه مع بعضها، اللحمه مع البصل مع الثوم مع كل الحاجات دي، عشان نسيبها بقى كل حاجه تستوي مع بعض كده على النار. خلاص كده، وكده هنوطي عليها كده النار الصغيره برضو، ونسيبها تاخد وتدي كده مع نفسها، ونرجع تاني للحمه بتاعتنا ونبقى نشوف اخبارها ايه. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. يلا بينا كده نحضر الصلصه بتاعه الطاجن بتاعنا، بجد هنعمله احلى طاجن بجد. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. واهم حاجه يا ريت ما تنسونيش من دعمكم ليا ودعائكم لينا باذن الله تعالى، عشان القناه مش هتكبر الا بيكم. وهنا كده هنوطي النار حاجه بسيطه، وهنسيب اللحمه بتاعتنا كده تستوي براحتها خالص لحد لما نعمل الصلصه بتاعتنا،
علشان البريم بتاعنا يبقى اطعم من بره بكتير. يلا بينا. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما خلاص كده اللحمه استوت معانا خلاص، ركناها كده على جنب وحضرنا كده حاجه الصلصه معانا. انا معايا هنا كده في نفس البان بتاعتي كده اللي انا كنت عامله فيها، هنزل عليها كده. طبعا احنا نزلنا الاول بالماده الدهنيه، وهنزل اي بقى ماده دهنيه، بس انا بفضل في الحاجات دي الزيت مش اكتر من كده. الزيت في الحاجات دي بيبقى احسن حاجه، لان انت طبعا في المطاعم بره والحاجات دي كلها اكيد ما بتشتريهوش بالسمنه ولا الكلام ده كله. خلاص كده احنا بنحط كميه الماده الدهنيه. انا هنا كده بحط الماده الدهنيه اللي انا محتاجاها للصلصه بتاعتي كلها. هنزل بالبصل بتاعنا كده، وهنزل معاه كده بقرنين كده فلفل عادي، مش حار ولا اي حاجه، فلفل رومي عادي الوان، يدي بس نكهه معانا كده. لو حابه ان انت تحطي بقى فلفل حار كده يا سلام، بس احنا هنعمل الشطه لوحدها بره كده عشان الاطفال اللي ما بيحبوش الشطه والكلام ده كله. احنا دلوقتي هندحرج كده البصل معانا، هندحرج كده بقى الفلفل مع البصل كده ثانيتين، وننزل عليهم بالثوم بتاعنا. كل الحاجات دي بقى كده تتحمر كده مع بعضها، بجد هناخد اطعم صلصه بجد للطاجن بتاعنا. بتمنى بقى ان الوصفه تعجبكم، وما تنسونيش ابدا من دعمكم ودعائكم يا رب العالمين. طبعا الحاجات دي كلها لما نعملها لاولادنا احسن ما نشتريها من بره بكتير، بجد والله احلى واوفر حاجه كده، عظمه جدا. هنعمل شطه تحفه جدا، وهنعمل دقه للبريم بتاعنا. بتمنى ان الوصفه كلها تبقى خفيفه على قلبكم يا رب العالمين، وما تنسونيش ابدا من دعائكم يا رب العالمين. هنفضل كده. طبعا انتي طالما انتي بتعملي الحاجه على النار الهاديه خالص، بجد بتخلي الاكل ريحته تحفه، وبتخلي الاكل يتسبك كده براحته، ما بتخليهوش يبقى تقيل قوي ولا اي حاجه. بجد بيبقى احلى ما بتعمليها على النار الكبيره. طبعا هو بيبقى محتاج وقت، ما ينفعش ان انا خلاص يعني فاضل ساعه او ساعتين على الغدا وهعمل طبعا على العين الصغيره. انا يا دوبك بنصحى من النوم نفطر، نبدا بقى نعمل الفطار ايه على العين الصغيره كده. لازم اكلك كده يبقى جايب لاخر العماره ريحه الاكل بتاعك. هنفضل كده ندحرج كده ده كله مع بعضه، ونبدا ننزل عليهم بحبه حلوين كده من الثوم. طبعا الثوم هو اللي بيطعم معانا الطواجن. هنبدا كده ننزل كده ايه بحبه حلوين كده من الثوم، ده كده معلقه كبيره من الثوم. وهنسيب بقى الكلام ده كله كده، هندحرجه بقى كده مع بعض ايه في الزيت بتاعنا، سواء بقى زيت سمنه زبده اللي تفضليه وتحبيه اشتغلي بيه، مفيش اي مشكله. هنفضل كده ندحرج الحاجات دي كده مع بعض، ونستنى نشوف البريم بتاعنا هيبقى عامل ازاي. بجد سهل جدا ان احنا نشتري الحاجات دي لاولادنا من بره، انما صعب جدا ان احنا نشتريها بالنظافه والحلاوه اللي احنا بجد بنعملها لاولادنا. كفايه روحك الحلوه وانتي بتعملي الحاجه لاولادك، بجد حاجه كده بتبقى بتخلي طعم الاكل تحفه جدا. يا حبايبي بعد ما خلاص كده دحرجنا الحاجات دي كده كلها مع بعضها، هنبدا ننزل كده بمعلقتين الصلصه، ونشوح كل الكلام ده كده مع بعضه. علشان ناخد ريحه للصلصه بتاعتنا كده. وهنفضل كده ندحرجهم كده، الصلصه مع البصل مع الفلفل مع الثوم مع كل الحاجات دي كده. مش عايزه اقول لكم بجد ريحتها بتفرق كتير وطعمها بيختلف جامد. هنفضل كده نقلب فيها كده شويه، نحمص بس كده الصلصه بتاعتنا مع البصله والفلفل والثوم، ونبدا ننزل عليهم بالصلصه بتاعتنا العاديه. لو مش حابه الخطوه دي مفيش اي مشكله عادي جدا. وهنا كده يا حبايبي بعد ما عملنا الصلصه بتاعتنا كده مع البصله مع الثومه، انا بحب كده ايه ان انا اسبكها شويه كده في الصلصه بتاعتنا علشان ما نتقلهاش على البوتاجاز بالصلصه بقى العاديه، علشان ما تبقاش تقيله قوي. وهنا كده هنبدا ننزل عليها بالصلصه بتاعتنا العاديه. وطبعا التوابل بقى بتاعتنا، طبعا بقى التوابل بتاعتنا بتاعت اي طاجن، معلقه بصل معلقه صلصه
معلقه ملح، معلقه سكر، معلقه كمون، معلقه كزبره، نص معلقه كده من الفلفل الاسود. وهنقلب كده كل الكلام مع بعض كده، وهنسيبه يرتاح مع بعضه شويه على النار الهاديه طبعا، ويبدا يستوي ونشوف كده باقي وصفتنا. بس اهم حاجه وقبل اي حاجه، يا ريت ما تنسونيش بلايك وكومنت ظريف كده، عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو، واشتراك مش هيكلفك اي شيء، بس هيرفع معانا القناه باذن الله، لان القناه مش هتكبر الا بيكم باذن الله تعالى. هنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه كده، ونسيبه كده مع بعضه على البوتاجاز، ونرجع تاني مع بعض. هنا كده يا حبايبي، وهنا كده يا حبايبي هناخد كده كبشه من الصلصه بتاعتنا كده، هناخدها في الخلاط بتاعنا علشان نعمل منها قطعه شطه بنفس تتبيله الصلصه. وهنبدا نروح هنا معايا كده كام قرن كده من الفلفل الحار، طبعا تكوني مخزناهم في الفريزر، تكوني حطاهم في التلاجة، مش هتفرق خالص. وهننزل عليهم كده بشويه من الشطه، الشطه البودر عادي، عشان تبقى حاميه معانا. وهنضرب كل الكلام ده كده كله مع بعضه كده في الخلاط، ونرجع تاني مع بعض. وهنا كده يا حبايبي حطينا كده في البوله بتاعتنا، لان انا كنت حطيت الصلصه ورجعت تاني فضيتها، حطيت كده حبه من الزيت حلوين. طبعا احنا شايفين لون الصلصه عامل ازاي معانا، طبعا من الشطه والفلفل، ودي بقى بتبقى شطه حاميه موت، بتبقى تحفه جدا. كله بقى كده هيتسبك على النار كده مع بعضه، وهنبدا نحطها هي بقى تستوي على النار. بس مش قادره اقول لكم بقى بتبقى حاميه موت، طعم ولون وريحه بجد بتبقى تحفه بقى. ودلوقتي هنحطها على النار كده تغلي كده مع بعضها، ونرجع تاني نشوف صلصتنا ونعمل دقتنا مع بعض. طبعا بقى كده زي ما انتم شايفين معانا كده الصلصه بقى هتاخد وتدي هي مع نفسها كده. طبعا احنا شايفين تقلها عامل ازاي. هنبدا ان احنا نزودها كده شويه بالميه، لان احنا هنحط لها المكرونه بتاعتنا هتكون نيه. طبعا كده الشطه بقى هتستوي هي كده مع بعضها كده، تغلي مع بعضها كده في الزيت كده شويه، بجد هتاخدي احلى شطه للطاجن، ومن نفس طعم الصلصه بتاعتنا، حاجه كده عظمه جدا. هنسيبها كده مع بعضها تغلي كده، ونرجع تاني نشوف طعم وشكل وريحه تحفه جدا. وطبعا اللحمه معانا جاهزه، وطبعا دي كوبايه القهوه بتاعتنا. هنبدا كده بقى نظبط كده حاجتنا واحده واحده، ونرجع تاني نشوف شكل الطاجن بتاعنا. اهم حاجه يا ريت ما تنسوناش باللايك وكومنت، عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. خليكم معانا للاخر عشان نشوف شكل الطاجن بتاعنا. هنا كده يا حبايبي جبت البريم بتاعنا ودهناه كده بزيت او سمنه او اي حاجه، انا فضلت الزيت بصراحه. وهنبدا هنا كده الصلصه بتاعتنا، احنا شايفين الصلصه كده تقيله معانا. انا هحط المكرونه نيه، مش هسلقها ولا اي حاجه. هبدا انزل عليها كده بشويه حلوين كده من الميه المغليه طبعا، وهبدا انزل عليها على الصلصه بتاعتنا كمان بشويه من الزيت. وبعد بقى ما نزلنا كده بشويه من الزيت وشويه من الميه المغليين كده، هنسيبهم بس يا دوبك تغلي معانا الميه كده مع الصلصه، وهنبدأ نقفل عليها ونزود المكرونة بتاعتنا. طبعا هنحطها دلوقتي في البريم بتاعنا. هنسيب بقى كل الحاجات دي كده تغلي مع بعضها يا دوبك بس تغلي، ونبدأ ان احنا نشوف كده الملح بتاعها، نظبط التوابل بتاعتنا. طبعا احنا شايفين كده معانا الصلصة خفيفة خالص اهي، مش تقيلة ولا اي حاجة، عشان دي اللي هنزود بيها بقى البريم بتاعنا كده. طبعا المكرونه معانا نيه خالص، مش سلقينها ولا اي حاجه. طبعا انا مش ماليه البريم بتاعنا كده مكرونه. فرشنا اللحمه الاول كده، وبدانا كده ان احنا حطينا المكرونه، مش هنكتر المكرونه قوي عشان لسه بتنفش مع الصلصه بتاعتنا. وهنبدا ننزل عليها كده دلوقتي بالصلصه، وهنبدا ننزل على المكرونه بتاعتنا كده بالصلصه بتاعتنا. طبعا احنا شايفين الصلصه خفيفه خالص كده، وهنبدأ ان احنا بس يا دوبك كده نوزع المكرونة مع الصلصة كده. نزلنا كل الصلصة بتاعتنا. هنجيب هنا بقى كده شوية مية مغلية تانية. طبعا احنا ظابطين الملح بتاعنا وكل حاجة. هنجيب شوية مية مغلية، لازم تكون مغلية علشان تظبط الاداء معانا. وطبعا احنا هنا فاتحين الفرن كده ومظبطين الدنيا ومسخنين الفرن بتاعنا
وكل حاجه تمام. هنغطيه كده دلوقتي بالورق الفويل. اهم حاجه هنا كده وانا بدخل الصلصه كده للمكرونه منزلش قوي كده على اللحمه، علشان خاطر ما تنزلش كده على اللحمه، عشان اللحمه تفضل مظبوطه كده في قلب البريم بتاعنا من تحت. وهنبدا نغطيها كده بورق فويل، وهنبدا دلوقتي كده نغطيها بورق الفويل بتاعنا كده، نقفلها خالص كده علشان تبدا تستوي معانا. وهندخلها الفرن لمده ساعه الا ربع بالظبط في الفرن معانا. بجد هتطلع كده حاجه عظمه. طبعا احنا قفلناها كده كويس ومسخنين الفرن. هنبدا بقى ندخلها الفرن بعد ساعه. احنا هنا نسينا نحط حبه كده صغيرين كده كمان من الزيت معانا. حطينا شويه كده من الزيت على وش المكرونه كده عشان كله يستوي معانا. وهنبدا بقى نغطيها بالورق الفويل، وكده بقى هنبدا نغطيها تاني بعد ما حطينا شويه من الزيت وندخلها الفرن بتاعنا. لازم يكون سخن من الاول. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. هيطلع اطعم من اي طاجن بنشتريه من بره. يلا ندخلها الفرن ونرجع تاني نشوف طبق تقديمنا هيكون طالع بعد ايه، بعد ساعه الا ربع بالظبط من السوا بتاعه. هيطلع مظبوط جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. يلا ندخلها الفرن ونرجع تاني مع بعض. ودلوقتي يا حبايبي خلصنا كده الطاجن بتاعنا. يلا بقى بسرعه كده نحطه في طبق تقديمنا كده ونرجع تاني مع بعض نشوف كده شكل الطاجن بتاعنا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم. طبعا احنا شايفين كده كل الحاجات اللي كانت في الصلصه كده على الوش، حاجه كده تحفه جدا. يلا بقى نغرفه كده في طبق تقديمنا ونرجع تاني نشوف الوصفه بتاعتنا. بس اهم حاجه يا ريت ما تنسونيش باللايك وكومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. وهنا كده يا حبايبي خلاص كده طلعنا الطاجن بتاعنا، حاجه كده عظمه جدا. المكرونه مستويه خالص فيه. طبعا احنا شايفينها اهي، المكرونه مستويه خالص تحفه جدا. بتمنى بقى، مش قادره اقول لكم بجد ريحتها تحفه جدا. بتمنى بقى تقولوا لنا كده اذا كنتوا بتعملوه بنفس الطريقه ولا لا. هستنى منكم لايك وشير. طبعا احنا شايفين المكرونه مستويه خالص اهي. هستنى منكم بقى اللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد باذن الله تعالى. وطبعا عملنا الدقه القمر بتاعتنا، عملناها كده بطريقه حلوه جدا، وعملنا الشطه بتاعتنا حاجه كده اكله كامله بجد تحفه جدا. بتمنى بقى تقولوا لنا في الكومنتات اذا كنتوا بتعملوها بنفس الطريقه ولا لا. هستنى منكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد وكومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. بتمنى يا رب كل الوصفات تعجبكم يا رب العالمين. وما تنسوناش ابدا من دعائكم ولايك وكومنت كده عشان يوصل لك كل جديد باذن الله مننا. ودلوقتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.